مفيش غنى عن القرص الفلاحي انها تكون موجودة في البيت في اليومين اللي احنا فيها دي. الولاد بيروحوا المدرسة وبيجوا احيانا جعانين واحنا بنكونش لسه خلصنا اكل. الصبح على الفطار، بالليل على العشاء. بصوا اي حاجة بقى يعني بتسد في اي وقت. هنعمل معاكي النهاردة القرص الفلاحي الطرية بمكونات خطيرة جدا، والنتيجة هتطلع معاكي هايلة بالشكل ده. طب انت مغلفة القرص كده ليه؟ انا مغلفاها علشان دي كانت اوردر مطلوب مننا يا جماعة، وهنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك، وندعي لاخواتنا في كل مكان ربنا ينصرهم. وما تنسوش بقى تدعوا لنفسكم وتدعوا لنا ان ربنا يفرجها علينا من حيث لا نحتسب. والفرج مش بس فلوس، الفرج كل حاجة حلوة. تعالوا بقى اما اقول لكم على مقادير 3 كيلو من الدقيق. على طول بقى هجيب ما شاء الله نص اللتر من الحليب الدافي. هضيف عليه 3 اكياس من الخميرة الفورية ووزن الكيس 8 جرام. ونركز بقى في المقادير علشان خاطر النتيجة تطلع معاكي كويسة جدا. بعد ما ضفنا بقى الخميرة الفورية على الحليب الدافي، على طول هبدأ ان انا اضيف السكر. وبصوا خديها قاعدة كده، كل كيلو من الدقيق بياخد معايا 3 معالق كبار من السكر. فانا هضيف هنا 3 معالق كبار من السكر على خليط الحليب والخميرة ونركنه على جنب. وبعد كده هجيب المكونات الجافة. انا ليه بحط الخميره هنا يا جماعه؟ بصوا انا واثقه في الخميره اللي انا بجيبها، لان كده كده بجيبها من مكان مجرور، يعني البيع فيه ما شاء الله اللهم بارك مستمر. فالخميره دايما بتكون جديده، ما بتكونش فاسده ولا حاجه. بس علشان خاطر دايما اضمن النتيجه انا بحط الخميره في الحليب. تعالي بقى نضيف على الدقيق. ال3 كيلو من الدقيق هياخدوا معانا 3 معالق كبار من السمسم، معلقه ونص صغيره من البيكنج باودر. هحط بقى هنا 6 معالق من السكر اللي هي باقي كمية السكر. احنا ضفنا 3 معالق كبار في خليط الخميرة، وهنضيف 6 معالق كبار هنا ورشة ملح. وقلبي بقى المكونات دي مع بعضها كويس جدا. وهنجيب بقى السمنة. بصوا بقى هنشتغل القرص النهارده بالسمنه البلدي، مطلوب مننا كده ما شاء الله، يعني حاجه مخدومه وحاجه بيتي ايه تحفه يعني. كل كيلو من الدقيق هاخد عليه كوبايه وربع من السمنه البلدي. كوبايه وربع من السمنه البلدي. استخدمي اي سمنه موجوده عندك. بصراحه بالنسبه لي القرص بالسمنه بتكون حلوه قوي. يا سلام بقى على السمنه البلدي، كفايه ريحتها بس كده وهي بتستوي. بعد كده بقى هبس القرص، هبس الدقيق مع السمنه بالشكل ده. مهم جدا خطوة البث دي، بتديكي نتيجة حلوة كمان. الريحة بتكون ممتازة جدا. طبعا السمنة اللي احنا استخدمناها يا جماعة السمنة دافية. تمام. خلاص بعد ما بس بقى كل كمية الدقيق بالسمنة، واتأكد بقى ان كل كمية السمنة كده اختلطت بكل كمية الدقيق. هضيف كوبايتين كبار من الزبادي يا جماعة، بتطر القرص وتنقلها في حتة تانية خالص. مهم جدا على فكرة الزبادي او لبن الرايب يعني. طب لو مش متوفر عندك ضروري، مش ضروري قوي يعني، انت محدش هيحاسبك، بس انا ده كان طالع اوردر. فبصراحة القرص البيتي دايما بتكون افضل كتير من بتاعة الفرن، لا بتكون مخدومة وعليها مكونات كده بتفرق في الطعم والريحة. كده بقى بنضيف خليط الخميرة وبنبدأ نعجن. طيب لو احتجت بقى حليب دافي تاني عادي مش مشكلة بضيف، بس بتضيفي حليب واحدة واحدة علشان خاطر العجينة تخرج معاكي مظبوطة. هبدأ بقى اعجن بالشكل ده. ناخد بس كل خليط الخميرة وعلى طول هبدأ اعجن. وعجينة بقى يعني تقريبا كده 10 دقايق 12 دقيقة، يعني اول ما العجينة تلم معاكي وتكون بالشكل الجميل ده يبقى احنا خلاص بقى نبطل عجن. تمام. بصوا بقى العجينه ما شاء الله ممتازه جدا. جربت قطعه من العجينه كده ما بتشقش ولا حاجه خالص، حلوه قوي كده. هنسيبها بقى تختمر كده يعني تقريبا ساعه الا ربع او نص ساعه. وبعد كده هنشتغل فيها على طول. بس مهم جدا في وقت الاختمار ان احنا نكون مغطينها كويس. هنا ما شاء الله العجينه ممتازه جدا واختمرت معانا. هنبدأ بقى ان احنا نشتغل على طول، بس ننضف رخامة المطبخ قبل ما نشتغل عليها علشان خاطر الشغل بإذن الله يخرج معانا مظبوط. بالنسبة بقى للقرص انا بقول لكم انا مطلعاها طلب بره. بحب اوزن العجينة علشان خاطر كل حجم القرص يطلع واحد. انا وزنت قطعة العجين 30 جرام. تمام. 30 جرام حلوة قوي. طيب لو انت هتشتغلي في البيت حاولي على قد ما تقدري تخرجي حجم القرص على حجم واحد، او زي ما تحبي بقى كبري صغري زي ما انت عايزه براحتك بقى. هبدأ بقى ان انا اوزن العجينة بالشكل ده. وبعد ما اوزنها هبدأ ان انا اشكلها كور صغيرة. وبعد ما شكلت كمية من العجين بالشكل ده جاهزين بقى ان احنا نحشيها. طيب ما شاء الله اللهم بارك، اول كمية احنا هنحشيها ملبن. مطلوب القرص مننا النهاردة حشو ملبن وحشو عجوة. برضو بطر قطعة الملبن في ايديا، لان الملبن زي ما انتم شايفين بيكون جاي كده جامد شوية. فانا هطريه
علشان خاطر القرصه لما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهوله هي والملبن. هحشي بقى بالشكل ده وارجع اقفل على العجينه كويس، وهحط بقى القرص واحده جنب التانية في صينيه الفرن، ما بيكونش مدهونه اي حاجه خالص. وبعد كده هبدأ بقى ان انا افرد القرصة في الصينية بالشكل ده. بصوا ما شاء الله بتكون استريحت. طبعا على ما بتكوني مليتي الصاج بيكون القرص اللي انت حطاها الاول استريحت، فبتتفرد معاكي بكل سهولة. سمك القرصة تحكمي فيها براحتك. خلاص هنا ما شاء الله هفرد بقى القرص بالشكل ده كده، وما شاء الله زي ما انتم شايفين العجينة تحفة جدا، وعجينة كده مريحة والشغل فيها ممتاز. خلاص طيب احنا مطلوب مننا زي ما قلت لكم عجوة وملبن. طيب هعلمهم ازاي. اول حاجة بعمل فتحات بالشوكة في القرصة اللي هي بالملبن علشان خاطر برضو ما ترتفعش جامد. وتعالوا اما اقول لكم القرص اللي بالعجوة هنعمل فيها ايه. اهم حاجة ما تنسيش تحط لنا اللايك، وكمان اكتبي لي رأيك في الكومنتات. بالنسبة للعجوة يا جماعة احنا بنطريها برضو بمعلقتين سمنة بلدي وسخنين، وبنبدأ ان احنا نعجن فيها لحد لما بتطرى معانا بالشكل ده، لان هي بتكون جايه من المحل متجمدة شوية. برضو نفس اللي عملناه في القرص اللي بالملبن، وزننا القرصة وكورناها، وبعد كده بنبدأ ان احنا نحشيها، وفي صينية الفرن بحطها واحدة جنب التانية، وببدأ ان انا افردها بالشكل ده كده. بصوا بقى ما شاء الله تحفة جدا. معايا بقى بوز السكينة ببدأ اعمل فتحتين في كل قرصة، وبنحط الصواني فوق بعضها وبغطيها وبسيبها تختمر يعني حجمها يتضاعف. وبعد كده بنولع الفرن وبنسيبه يسخن على اعلى درجة حرارة، وبعد كده بنظبطه على درجة حرارة 200 او بصراحة انا سبته على اعلى درجة حرارة يعني 220. بعد كده بقى بحط القرص بالشكل ده تتحمر من تحت، واول ما بتاخد لون متحمر من تحت بولع عليها الشوايه، تاخد لون متحمر كده وذهبي من فوق، وبألف هنا وشفا يعني. بسيبها تبرد، وبعد كده ببدأ ان انا اغلفها، ووزن الطبق من دول نص كيلو. وبألف هنا وشفا اللي هيجرب القرص بالطريقه دي. وما تنسوناش بخالص الدعاء، ومع السلامه.